مكنسة دايسون في 12. ده زرار الباور ودي الشاشة العرض. ده كده الميديم وده كده الايكو الاقتصادي وده اعلى حاجة البوست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب جروب ام حمزة للتسويق، اهلا ومرحبا بكم في جروبنا ام حمزة للتسويق. اللي حابب يطلب يتواصل معانا من خلال رقمنا على الواتساب 010-13-83-0875. لسه مكملين معاكم عروض مكانس الدايسون. عرضنا لكم الفي 11 الفي 15 ملقاش نفس يعني الفي 12. النهارده هنعرض لكم الاصدار اللي اسمه في 12 ديدكت سليم او الفي 12 الديدكت سليم. طبعا مكانس اللاسلكي الدايسون هي افضل مكانس لاسلكيه موجوده في السوق. ده قطعا يعني مره واحده كده مفيش منافسه بينها وبين اقرب مكنسه ليها صراحه. هي في حته واي مكنانس لاسلكيه في حته تانية خالص. المكنسه اللي معانا دي ليه؟ لان بصراحه الفرش بتاعتها مميزه، الاكسسوارات بتاعتها مميزه، البطاريه بتعدي الساعه، يعني مثلا اللي معانا دي 70 دقيقه، اقصى بطاريه في اي مكنسه ممكن 40 دقيقه بالكتير. فبصراحه هم مميزين. دايسون هي شركه انجليزي بتصنع منتجاتها في الثلاث مصانع بتوعها في الصين الفلبين وفي ماليزيا. النهارده معانا الاصدار الفي 12. الفي 12 مكنسه لاسلكيه مميزه. البطاريه على فكره واحده، هي اللي بتستخدم في ال11 وهي اللي بتستخدم في ال12، بس بيفرق قوه الموتور في المده. الفرق بيبقى بسيط ما بين ال12 وال15، 5 دقايق مده تشغيل. خلينا بقى نستعرض معاكم المكونات بتاعه المكنسه الدايسون. طبعا المكنسه الدايسون مميزه بقوه شفط رهيبه والفرش اللي بتيجي معاها. خلينا نبدا معاكم بقطع الارضيات. طبعا دي الماسوره بتاعتها اللي بتركب. نبدا الاول بقطع الارضيات. معاها قطعتين للارضيات مميزين، اللي هي القطعه الاساسيه الفرش، وكلهم فرش دواره بموتور منفصل. دي قطعه ودي القطعه الاضاءه بالليزر. طيب خلينا بقى نشوف اول ميزه في الدايسون اللي يفرق عنها عن اي مكنسه، ان الفرشه الدواره دي زي ما قلنا لكم موتور منفصل. يعني الموتور اللي يلف بياخد من البطاريه، ما ياخدش من قوه الشفط، عكس المكانس التقليديه اللي في السوق بتاخد شويه من قوه الشفط. فده دايما بيفرق ان الدايسون بيكون شفطها اقوى. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين ان الفرشه الدواره دي ميزه في حد ذاتها، لان في حاجات مثلا ما بتجيش بالشفط، مثلا زي الشعر زي القطع الكبيره، فلازم فرشه تلف تلمهم. بصوا هنا فرشه بيجي معاه زي شعر كده. بصوا الشعر ده هو اللي بيلم. يعني شوف الاحمر والاسود ده واحد ناعم اهو، والتاني خشن شويه اللي هو الاحمر ده، عشان لو حاجه محتاجه دعك. فبصراحه مميزه وكمان بتلف بسرعه عاليه جدا. فكها وتركيبها سهل. طبعا هي بتلف يمين وشمال وقدام وورا عشان تنظف تحت الكنب والمفروشات. وطبعا القطعه دي كمان بتيجي عشان نقدر نتني ونستخدم المكنسه بمنتهى السهوله. طبعا هي بتركب بمنتهى البساطه اهو كده. هي ركبت اهو بمنتهى البساطه. اشغلها بصوا هتحسوا بالفرق على طول. المكنسه تبدا تشفط وبعدين الفرشه تلف، يعني فرق ما بينهم اقل من ملي ثانيه. بصوا هندوس اهو. بصوا سرعه الدوران حاجه بسم الله ما شاء الله رهيبه وجميله. نيجي بقى لتاني فرشه بتستخدم لتنظيف الارضيات، الفرشه الاضاءه الليزر. بصوا خامتها عامله زي ما تكون موكيت او حاجه. هي طبعا على فكره قابله للغسيل يا جماعه، دي بتتفك وبتتغسل. ليها بقى فيديوهات. ميزه الدايسون جماعه اللي بيسال على الضمان اونلاين، يعني لو تتواصلوا معانا هنشرح لكم ازاي بتسجلوه، ازاي بتتواصلوا معاهم. عندهم صراحه ضمان ممتاز. يعني اللي خايف ان حاجه تيجي بره وخايف من مشكله الضمان، اتواصلوا معانا هنقول لكم التفاصيل ازاي بالظبط تفعلوا الضمان وازاي تتواصلوا معاهم. طيب الفرشه الليزر دي ميزتها ايه؟ ان الاضاءه الليزر بتاعتها قويه، فتكشف لك اقل اتربه ما تتشافش بالعين حتى المجرده. خلينا نوريكم اهو بنركبها بالشكل ده. معلش انا ماسك بايد واحده اهو. هي كده ركبت. هوريكم بقى قوه الاضاءه بتاعت الفرشه الليزر، حاجه كده مميزه قوي. بصوا الاضاءه، بصوا كشف الدنيا ازاي.
هنا اهو، وطبعا بتنعكس على اماكن كتيره، وتقدروا بقى من خلال الاضاءه دي ان انت تشوف كل الاتربه اللي مش باينه. وطبعا الاضاءه دي بتزيد لما تكون بقى تحت كنب او سجاد والدنيا ضلمه، هتبان، انا قلبك ابيض، هتبان فرق الاضاءه. كده احنا خلصنا معاكم فرش الارضيات. خلينا بقى نبدا نتكلم عن الفرشتين الفرش بتاعه الكنب والسجاد بمنتهى البساطه. دي اول حاجه، دي فرشه نقدر نستخدمها للكنب والسجاد، سوري، الكنب والكراسي، وبالذات اللي عندهم قطط بقى او شعر كتير بيتناق. برضو دي فرشه دواره مميزه، بصوا واخده الشكل المثلث ده كده، دي بقى جميله ومميزه. وبرضو نفس الكلام نقدر ننظف بمنتهى البساطه بفرشه مميزه اهو بالشكل ده ما شاء الله. بصوا بتلف بسرعه رهيبه. وطبعا برضو نفس القصه، بصوا بتطلع فوق وتنزل تحت كده اهي. هي كده نقدر نميلها بحيث ان احنا نقدر نمشيها كده او نميلها بالشكل ده. طبعا دي بقى فرشه التقليديه اللي موجوده في المكانس العاديه. برضو حتى لازم دايسو ما بتسيبش، يعني لازم تعمل حته تركيه كده، يا اما تستخدمها بالشعر ده، يا اما نضغط على الزرار ده وننزلها كده ونستخدمها بالشكل ده. دي اخر فرشه، الفرشه الضيقه. نيجي بقى نتكلم على طريقه التفضيه. طريقه التفضيه سهله جدا، بدوس على الزرار ده، بصوا بزق كده التانك، معلش انا ماسك بايد واحده. بصوا اول ما بزق التانك بيفتح، وطبعا بفضيها بمنتهى البساطه بدون ادنى تلامس. طبعا في فلتر ستانلس عشان يمنع دخول الاتربه للموتور، كذلك الهواء. طبعا هي كده انا فضيتها، وبمنتهى البساطه ارجع التانك كده قفلته، وبارك الله فيما رزق. طبعا بقى فيها فلاتر طبعا التانك بسعة 500 ملي، وطبعا الفلتر ده كمان بيتفك، ده عشان مرضى الحساسية اللي بيعانوا من الحساسية. هي بتفلتر، طبعا الهواء بيخش من هنا، يبدأ الفلتر ده يفلتر، يجنب التراب على جنب في التانك، يسيبه ويطلع الهواء يعدي من خلال الموتور ويخرج من خلال الفتحات دي. طبعا الفلتر الداخلي ده بيتفك ويتنضف عشان يمنع اي اتربه. ده كده كان ريفيو سريع للدايسون الفي 12 ديدكت سليم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي حابب يطلب يتواصل معانا من خلال رقمنا على الواتساب 010 13 83 0875. السلام. طبعا القطعه دي احنا اتكلمنا عليها، هي كده بس بتميل بالشكل ده عشان لما اكون عايز اعمل بشكل عمودي اركب فيه الماسوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.